السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في القناه نتاعنا. في الفيديو نهار اليوم فيه وصفه سهله وسريعه واقتصاديه وتحمر لك وجهك مع ضيافك وتحقيها في عده مناسبات. تبعوا معايا الوصفه للاخير وراح تشوفوا واش هي. عملت انا هنا رولي دجاج مع صوص بلانش مع شامبينيون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه ونقول لكم تفاصيلها بعد ما نصلوا ونسلموا على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا الحاجة الأولى اللي راح نحتاجها والمكون الأساسي لنهارنا نهار اليوم، عندي صدر واحد نتاع دجاج، هاي نصف صدر مع نصف صدر كما راح يبان قدامكم. راح غسلته وشللته ودرته غسلته بالخل، وباقي المكونات راح تبان قدامكم. عندي حبة بصلة صغيرة ماهيش كبيرة بزاف، معاها سنينة ثوم، ومعاها معدنوس راح مقطع كيما راكم تشوفوا، معاها لا شابلور أيضا ها هي للخبز اليابس المرحي. التوابل عندي فلفل أسود، وعندي أيضا أكيد الملح. راح نرحيها هيلا كامل كلشي مع بعض. هيلا الدجاج قطعته الى قطع صغيره، نرحيهم كامل مع بعض رحيتهم كامل مع بعض باش يتخلطوا لي مليح. ودروك ها هي بعد ما الشكل نتاعها بعد ما ترحى كيفاش ولاو، زدت لها الكركم هنا باش ما درتهلاش في الاول باش ما يعطينيش لا كولور في الروبو تقعد لي. زدتها لها حتى الان، وراني زدت لها هيلا غادي نزيد لها ملعقتين ولا ملعقتين من تاع البيض. راني خلطت هذه حبه بيض راني قسمتها على النص، معناها النص على حوالي زوج مغارف كبار كما قلت لكم ملعقتين. راح نمزج كل شيء مع بعض. ها هي ندخل هذاك البيض وندخل الكركم مليح في الخليط اللي راه عندي راكم تشوفوا. بعد ما نخلط كل شيء مع بعض مليح راح نجيب بابي كويسون. ها هو لا راني دايره ثاني بابي تحته الومنيوم، وراني دايره من تحتهم كاع الساشيات نتاع الديول باش هكاك نديرهم، هي اللي نفرشهم من تحت كامل. هنا راكم تشوفوا راني درت كميه نتاع الزيت ونمشي فيها بيدي. يعني درت الزيت هذه الكميه ماشي كبيره بزاف، قلت لكم غير باش تمشى لي يدي باش ما تلصقليش في الخليط اللي راه عندي. ها هي لا، ولا تقدري تزيدي ديري من فوقها لا كيما الساشيه تاع الديول وتقعدي تورقي فوقها وتخرج لك بهذا الشكل راكم تشوفوا. بعد ما راني حطيت الفرماج، درت الفرماج تاع المثلثات هو اللي حطيته بهذاك الشكل، وراني نبدا ندور بهذا الشكل قدامكم غير بهذه الطريقه غير بشويه. ها هي لا باش ما يلصقليش. هنا لا خفتيه يلصق لك تنجمي قبل ما تحطي الخليط نتاعك ترشي شويه زيت باش ما يلصقلكش، لكن انا ما لصقليش. انا نوريكم لي زاستيس اللي تقدروا تنجموهم ديروهم باش تيفيتو باش ما يلصقلكمش. تبغي تساع فيه غير بشويه كيما هكا تقدري تاني تساع فيه غير بشويه. المهم تدوري به كامل. ها هي لا حتى تتحصلي على الدائري كيما هكا، هي تحصلي على اسطوانه بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. ها هي لا راني زيرتها نزيرها كامل من الجوانب. ها هي بعد ما دورتها كامل نزيرها مليح وباش نتحصل ثم نعاود نغلفها مليح مليح في البابي كويسون كيما قلت لكم. من بعد نزيد نغلفها فوقها بالبابي الومنيوم. براكم تشوفوا الطريقه كيفاش راني ندير غير بشويه وتبعوا معايا. كيما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه اللي راني ندور فيها. الاولى دورت هنايا بالبابي، من بعد غادي نزيد في الالومنيوم، من بعد نحطها في الفوغ. هكذا راني نسقدها من الجوانب باش هكذا ما تنحليش، وايضا باش تنتلملي مليح. راكم تشوفوا الطريقه اللي راها كلشي راه واضح قدامكم. ان شاء الله تكون تبارك تجربوها وتقولوا لي اذا عجبتكم واذا نجحت معكم ولا لا. ودروك بعد ما طابت لي ها هو الشكل نتاعها كيفاش جات دايره. ها هي راك تشوفوا حاجات طابت مليح. ها هو حتى طلقت الماء نتاعها من الداخل. دروك انا واش غادي ندير في مقله ندير شويه زبده ونخليها تذوبلي، ثم نبدا نحمر فيها من كل الجهات حتى تعطيني اللون كيما راح يبان قدامكم. الان غادي نخليها تبرد شويه، من بعد عادك نقسمها لانه لو كنت تقسميها وهي حاميه كيما هكا قادر تتفتت لك. عطيها واحد دقيقه ولا زوج دقائق وبديت تقسمي فيها. لو طون اللي تبرد لي غادي نبدو نوجدوا مع بعض لاصوص نتاعنا. حاجه في مقله راني حطيت شويه زيت، بعد درت معاها الشامبينيون، بعد ما حطيته صفيته من الماء نتاعه كامل اللي يجي في العلب. ها هو لا راح نقليه نخليه يتقلى مليح وحده. ها هي لا كيفاش راك تشوفوا لازم تغطي عليه، لانه كون ما تغطيش عليه يبدا يطاير لك ويبدا قادر حتى اللي يزعط عليك ولا ممكن يدير خسائر واحده اخرى. المهم توجور نقول لكم باللي لازم تغطوه. ها هي لا دروك نروحوا نقطعوها كيما قلت لكم. لو طون اللي راه يطيب وراه يتقلى لي شامبينيون نروح نبدا نقطع فيها غير بشويه. تبغي ديريها رقيقه تبغي ديري غليظه على حسب نتيا والاختيار نتاعك في التقطيعه. راني نقطع فيها غير بشويه. ها هي لا كيما راكم تبانوا قدامكم غير بشويه حتى نقطعها كامل. دروك بعد ما قطعتها ها هي لا كيما هي تبان قدامكم راح نوجد في المقله نتاعي لاصوص ديريكتومون على بها خدمتها هكا، لانه لاصوص اللي غادي نخدموها بتجمد لنا لو كان تخليها لقلها تنتكل حاميه.
ان ها هي لو واش درت شويه زيت كيما اللي كان مع هذيك الزيت اللي تقلات لي فيها الاولى نتاعنا هذيك البوده نتاعنا. راني زدت معاه، راني درت هنايا اكثر من نصف لتر حليب، راني زدت معاها قابصه نتاع الياغورت ناتور كيما وريتها لكم، وغادي نحرك وندوب مليح كامل هذاك الياغورت اللي عندي كيما راكم تشوفوا فيه، راني ندوب فيه كامل مليح. من بعد ما ندوبه غادي نزيد معاه مكونات اخرى. ها هي لا غادي نزيد له واش نزيد له فلفل اسود، ونزيد له شويه تاع الملح، ونبدا نحرك مليح. خاطش قلنا لاصوص بلونش هذه هي واش تنجمي ديري لها، ما تنجميش تزيدي لها مكونات. كاين اللي يبغي يزيد الزنجبيل يزيد، انا هنا ما درت زنجبيل حقيقه، درت هذا فقط وخليتهم يتقالوا كيما راكم تشوفوا. هي لا زدت معاها هنايا الفرماج، تزيدي فرماج الانواع تاع الفرماج اللي يكون عندك زيديها، تبغي تاع المثلث تبغي تاختيني تبغي اللي يكون عندك، لان كل ما تزيدي لها الفرماج كل ما راح يعطيها بنه بزاف 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 شابه. الفرماج كما قلت لكم يعطيها. انا راح ندير هنايا مغرف كبيره نتاع الفرماج، وراح نزيد لها ايضا فرماج تاع المثلثات، وكل واحد وشحال عنده تبغي ديريهم. تبغي تكتفي فقط بالفرماج نتاع تختيني فقط، او اي فرماج يكون عندك متوفر. الان بعد ما غادي ندوب كامل هذاك الفرماج اللي عندي كيما راح يبان قدامكم، ها هو بهذه الطريقه ندوبه كامل ونخليه نحرك مليح. نزيد معاه دروك مغرف كبيره نتاع فرينه ملعقه كيما نقولوا حنا، ها هي كبيره كيما راح تبان قدامكم. ونخلط كامل ايضا المكونات عندي، ونخلي لاصوص نتاعي تتقلي. هيا لا كما كنتوا تشوفوا نواصل كامل التحريك، نقعد حتى كامل هذيك الفرينه والفرماج وكامل المكونات اللي عندي كامل يدخلوا فيما بيناتهم. دروك بعد ما دخلت كامل المكونات فيما بيناتهم كما كنتوا تشوفوها، هي لا راني نخلط ونعاود. راح نجيب هذاك الشوبينيون اللي كنا قليناه، ها هو لا غادي نحطه به بشويه الزيت اللي كانت معاه باش تقعد البنه نتاعه شابه. كما قلت لكم الزيت هذا هو اللي راه قدامكم راه راني نحط فيه، وغادي نزيد نحط معكم الشوبينيون اللي قليناها. دروك خلاص غادي نطفيه على الفرن، لان كل شيء راه طايب لي وكل شيء راه واجد. الشوبينيون كنا قليناه قبيله ولا الصوص نتاعي راها وجدت، وخلاص دروك نبدا واش ندير نحطه في صحن التقديم. وها ولا الشكل نتاعه بعد ما حطيتها في صحن التقديم. ان شاء الله يكون عجبكم وتعجبكم الوصفه وتجربوها، واذا عجبتكم ما تنسونيش بلايك وتقولوا لي ارائكم. ما بقى لي نقول لكم الا دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه الى فيديوهات اخرى ان شاء الله.